السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير بالمصري. معاكم أحمد فتحي، والنهاردة مكملين معاكم سلسلة برنامج اللايت روم. نفتح البرنامج كده بسم الله. خدنا في الحلقات اللي فاتت من السلسلة دي ازاي ندخل صورة للبرنامج ونظرة عامة عن البرنامج. خدنا قائمة البيزك، قائمة التون كيرف، قائمة ال HSL والكالر والبي ان دبليو والأدوات اللي فوق دي. والنهاردة الدور على قائمة السبليت تونينج. ايه السبليت تونينج؟ ببساطة هو لمسة لونية للصورة الفوتوغرافية. يعني ايه؟ يعني اقدر اضيف لون للهايلايتس بتاعتي او الشادوز بتاعتي. برضو يعني ايه؟ يعني في الصورة الفوتوغرافية في هايلايتس اماكن اضاءة عالية، وفي شادوز اماكن ظلال في الصورة. اقدر اديها لمسة لونية بحيث تديني، لو بعمل صورة درامية او فكرة معينة في دماغي، اللون بيدي مفعول حلو قوي في الصورة دي وبيوصلها للمشاهد احسن. فانا اخترت صورة زي كده بحيث ان فيها هايلايتس فيها شادوز فهيبان فيها التأثير. فنيجي هنا هما بالظبط 5 سلايدرات. دي القائمة قائمة صغيرة جدا وسهلة مش صعبة. ده الهايلايتس، ده الشادوز. السلايدرين دول هما عبارة عن ان انا بختار في الهيو هنا درجة اللون اللي انا عايزها، وفي الساتوريشن هنا درجة تشبع اللون اللي انا عايزها. نفس الكلام ممكن اعمله من هنا برضو. يعني مثلا نجرب كده مع بعض. نفتح القائمة دي قائمة الوان او باليتة الالوان بتاعتي. طبعا مديني هو هنا الوان سريعه بحيث ان انا لو عايز استعمل منهم حاجه سريعه استعمل. اللبن الفاتح، اللبن الغامق، الاصفر الفاتح، الاصفر الغامق، وده اللون ده اللي هو الستاندرد، مش لون اصلا يعني الابيض يعتبر. ممكن اختار زي ما انا عايز لون من هنا. فانا اختار مثلا اللون الاصفر الايه الفاتح شويه. فنلاحظ ان انا لو دوست هنا هو اداني التاثير على وش الشخص او على مكان الهايلايتس. ده كده انا اخترت اللون، ده كده الهيو بتاعي. نيجي على الساتوريشن اللي هو تشبع اللون. لو عملنا كده نلاحظ هو بيطلع معايا هنا بيغمق لي اللون هنا. لو عملنا العكس نلاحظ انه بينزل معايا هنا وضيع تأثير اللون هنا، مبقاش فيه لون اصلا. فاحنا نخليه خير الامور الوسط، نخليه مثلا على 50 مثلا او على 43 على حسب ما انت عايز، وبرضه دي اذواق. اللي انا عملته هنا اتسجل هنا على طول 43 اللي احنا عملناها، واللون هنا طبعا هنا اسهل بحيث ان انت هنا مش هتعرف تختار اللون اللي انت عايزه بالظبط، لكن هنا تقدر تحدده بسهوله. ونيجي على الشادوز، اماكن الظلال في الصوره، نفس الكلام هعمل كده واشوف انا هختار ايه. فانا مثلا هختار لبني الفاتح. هو التأثير مش باين قوي بس ماشي، ممكن نختار الازرق بحيث انه يبقى باين قوي. بصوا عمل لي ايه في الصوره، خلى الاماكن اللي فيها شادوز كلها زرقاء. فانا الازرق ده جامد قوي، فانا ممكن او منزل الساتوريشن شويه كده، مجرد لمسه بس، لمسه للصوره مش اكتر. بقى 12% معقول شويه. لو عايزين نشوف التأثير قبل وبعد بالنسبة للقائمة دي، فاحنا بندوس هنا على تيرن اوف على الزرار ده. بص نلاحظ الصورة، ده الصورة الاوريجينال اللي من غير اي لعب خالص ولا اي تعديل. ونعمل كده، ده التأثير. نيجي في النص هنا في سلايدر اسمه البالانس او التوازن. يعني اخلي الاتنين قد بعض، الشادوز والهايلايتس قد بعض، ولا اخلي الهايلايتس اكتر من الشادوز، ولا اخلي الشادوز اكتر من الهايلايتس. فهم كده قد بعض متساويين في النص. فلو عملت كده هو خلى الهايلايتس يطغوا على الشادوز بحيث يعني بدرجه ان هو مبقاش فيه اصلا اللون اللبني بتاع الشادوز مش موجود. لو عملنا العكس خلى اللبني بتاع الشادوز اكتر وشبه الاصفر بتاع الهايلايتس مش موجود. كده هو مخلي الاتنين متساويين، ده موجود وده موجود. فانا ممكن اخلي مثلا الهايلايتس بتاعي اكتر شويه عادي كده، بقى الهايلايتس اكتر والشادوز موجود برضو لبني بس مش بنفس كميه الهايلايتس. ممكن اعكس، بقى في برضو لسه سنة الصفار دي موجودة بس الشادوز بقى اكتر، اللون اللبني في الشادوز بقى اكتر. طبعا هو التأثير مش هيبان هنا جامد، فانا عملت للصورة دي إيديت خليتها ابيض واسود، لان من وجهة نظري التأثير ده بيبان في الابيض والاسود اكتر او احسن. فنروح على الصورة التانية. برضو كل حاجة صفر، ما عملناش اي حاجة لسه. فانا مثلا محتاج، او انا شايف ان الصورة دي محتاجة مثلا في الهايلايتس سنة اصفر فاتح، مش محتاج العب في الساتوريشن. انا شايف ان الدرجه دي كويسه بالنسبه لي، عايز اغمقها عادي. والشادوز مثلا محتاج ايه، نديله مثلا درجه لبني برضو، او ممكن نديله درجه هي مش مفهومه درجه ايه، بس هي ازرق على موف يعني.
ممكن نزودها براحتنا نقللها براحتنا، فاحنا نخليها درجة بسيطة كده. ده لتأثير درامي مثلا، ده وجهة نظر الشخصية ودي آراء كل واحد ليه ذوقه في صورته الفوتوغرافية. وازود مثلا الهايلايتس، اخلي البالانس عند الهايلايتس شوية. اعتقد ان كده الصورة فرقت معايا كتير. شوف قبل وبعد، هي ابيض اسود هنا ابيض اسود برضه، بس مديها السبليت تونينج او مديها التون اللي هو اللون اللي مديها لمسة. وبكده تكون خلص حلقة النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا معايا. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وكومنت وشير واعمل سبسكرايب للقناة. ولو عندك اي سؤال سيبولي في كومنت او ابعتهولي على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن، وهسيب لك لينكات باقي الحلقات اللي فاتت بتاعت الايديتنج في الديسكريبشن. نشوفك في حلقات تانية ان شاء الله. يلا مع السلامة.